السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقدم لكم هذه الفلفلة مقلية، تجي شابة، هي فلفلة سلطة صيفية. هنا بعد ما جبت هذه الفلفلة تاعي نقيتها، شوفوا كيفاش اللون اللي شريته الاحمر مع الخضر، تجي بنينة بالبزاف. شويتها على فوق الفرن على الشوايه هكا باش تجي فيها وهذيك البنه تاع الشوا. كاين اللي تحب ديرها في الفوغ، ديرها في الفوغ عادي. نجيبو هنايا كيس بلاستيكي ونديروها كل ما نشوو ندخلوها في الكيس بلاستيكي باش هكا باش من ننظفوها تجينا بكل سهوله ننظفوها. الطبق هذا تاعنا كاين في بعض المناطق يقولوا لها حميص، وحنا نقولها في الغرب الجزائري نقولوا فلفله. نجيبو الطوماطيس تاعنا، اني قلعت لها لابو تاعها، غليتها شويه في الماء وقلعت لها الجلفه كاع هذيك لابو تاعها، قطعتها ظروفها صغار اون كوب. جبت هنايا المقله تاعي درت فيها هذا الثوم تاعي نحرقه مليح في 4 ولا 5 مغارف تاع زيت، ولا تحبي ديري تاني زيت زيتون تاني كتجي بنه هايله. هاني رميت الطوماطيس تاعي على الثوم ونديرها نار قليله ونغطي عليها. دوك نفوت نقي هاد الفلفله، شوفوا كيما قلت لكم كيفاش جاتني سهله، تنقلع فاسيلمون. نقلع عليها حتى الزريعه تاعها، نقيها ونقطعها تاني اون بتي مورسو تاني باش تجينا باش طيب عند ساه. هاهي كيفاش كملت مع الفلفله، شوفوا كيفاش ولات، قلعت لها كاع هذيك الزريعه تاعها كلشي، نقطعوها هكا قطع صغيره. كيما انا الام والجده تاعي كانت مي تشويها ديريكتومون، وكانت بالفنجال تمرسها وتطيبها وتجي شابه، وانا نحب تاني ديك الزريعه تاعها. هاي كيفاش كملتها. دوك نرميها على الطوماطيس تاعي اللي كانت طابت مسبق، هاي نرميها ونبقوا نحركوا فيها دو طون زون طون، نحركوا فيها باش ما تلصقناش، ونديروها على نار مهيله هيا حتى تنشف كامل من الزيت هذيك. نديرو هنايا مغرف صغيره تاع الملح، والملح هنايا حسب الذوق. شوفوا كيفاش جات، ان شاء الله هذه الوصفه تكون تعجبكم وديروها ما تندموش عليها. هي تجي سهله وخفيفه هاي كيفاش طابت. ان شاء الله تكون نال اعجابكم، وفي ملتقى ان شاء الله، وفي حصه واحده غوساتي ان شاء الله.